مشكله. لو جيت هنا قلت لي ان انت عندك هنا اهو اول ملف انت بتبدا تعدل فيه عادي اهو، وجيت عندك ملف تاني، تمام، وجيت ببساطه قمت انت عامل ايه؟ جيت هنا ضفت الملفين دولت، ده شغال عليه على ايه؟ على فيتشر واحد مثلا، ده شغال على فيتشر واحد، حلو، وده شغال على فيتشر اتنين، حلو. وجيت هنا من غير ما تقصد انت ضفت ده قبل ده، او ضفت الملف ده من غير ما تقصد قبل ما تضيف ده على الستaging اريا، يعني عملت له خلاص هما الاثنين طالما اتعدل عليهم اتضافوا لحته ايه؟ الوركينج دايركتوري. انت جيت في الستaging اريا وضفت الفيتشر اتنين قبل ما تضيف فيتشر واحد، هل ده غلط يا باشمهندس؟ لا مش غلط، بس احنا بنتكلم كايه؟ كمنطقيه في التعامل، ان انا عندي في ملف موجود في الستaging اريا الترتيب الزمني بتاعه مش متوافق او مش صح، وحبيت ارجع او ارجعه للوركينج دايركتوري. قال لك دي تعملها ببساطه عن طريق كومنت بسيط جدا، هو عباره عن ايه؟ لو جينا هنا مثلا قلت لك ان انا عندي عملنا كرييت لفايل، وليكن ان انا اشتغلت على اثنين فيتشر. الفيتشر الاولاني اشتغلت فين؟ على ايه؟ على فايل وليكن تيست واحد او تيست ثلاثه مثلا، تيست 3 دوت تي اكس تي، تمام، واشتغلت على تيست 4 دوت تي اكس تي، تمام. ولاحظت ان انا ايه اخر حاجه ان هي بقى تيست 4، والمفروض اضيف تيست 3 ادي لها الكوميت، والتيست 4 وادي لها الكوميت. وده بيحصل لان اغلب الناس وهي شغاله بتنسى تعمل كوميت. لو جينا هنا مثلا وقلت لك انت جيت عملت هنا ايه؟ هقول لي تمام، احنا هنا دلوقتي انا عندي ملفين، بحيث لو انا قلت هنا جيت الستاتس هلاقي عندي هنا ايه؟ ملفين ان تراكد فايلز. انت غلطت وعملت تراك لفايل مختلف، قلت مثلا جيت اد، وليكن جيت اد لفايل كام؟ لفايل مش فايل اسمه تيست 4 باين، تيست 4 دوت تي اكس تي، تمام. اتلخبطت وضفت ده. قال لك عشان تحل المشكله دي انت ممكن تعمل حاجه اسمها on staging files، ودي معناها ان انت بتشيل الملف من الستaging اريا بترجعه للوركينج دايركتوري. طب قال لك دي تعملها ازاي؟ عن طريق امر اسمه get، واحنا استخدمنا حاجه اسمها ايه؟ ريستور، تمام، لما كنا بنحاول نشيله منين؟ من الوركينج دايركتوري. قال لك هنا لا، نعملها ازاي؟ هنعمل جيت ريستور، هتعمل داش داش ستيج ستيج، تمام، وتبدا تديله اسم الفايل اللي انت عملته، وليكن تيست 4 دوت تي اكس تي، تمام. هاجي اعمل هنا جيت ستاتس. طبعا لو انا كنت عملت جيت ستاتس قبل الوضع ده كان هيعرض لي ان انا عندي ان تراكد فايل وفايل تاني ان كومنت، يعني منتظر ان هو يتعمل له كومنت لما انا حطيته في الايه؟ في الستيجنج اريا. اقول لكم تعالى نشوفها المفروض تظهر ازاي عشان تبقى واضحه مع الكل. انا جيت دلوقتي قمت حايل ايه؟ تعالى نجرب تاني ونقول له ايه؟ جيت اد ده، حلو، تعالى نعمل جيت ستاتس. هيظهر لي حاجتين، هيقول لي ان انت عندك الفايل ده مستني اللي هو يتعمل له كومنت، والفايل ده نستنى اللي هو يتعمل له ايه؟ يتضاف للستيجنج اريا، معمول له ان تراكد فايل. ولو جيت تلاحظ بيقول لك هنا عشان تعمل ان ستيج الفايل ده هتستخدم الامر ده اللي احنا استخدمناه اللي هو جيت ريستور داش داش ستيجنج. تقوم عامل كده اهو وتكتب له ايه؟ اسم الفايل بتاعك دوت تي اكس تي، تمام. لو جينا هنا عملنا جيت ستاتس عادي هيرجع لي الفايلين زي ما كانوا. هل في طريقة تانية نقدر نتعامل معاها؟ اه في طريقة تانية. لو انا جيت هنا وقلت لك ايه؟ خلاص انا ضفت الملف وليكن انا ضفت ده الستaging اريا. لو جينا نتكلم بقى ونشوف هو بقى نظامه ازاي، خلاص انا ضفته مرتين، تمام. فانا عندي هنا ايه؟ التيست 4 في الستaging اريا في والتيست 3 موجود في الوركينج دايركتوري. الطريقة التانية اللي ممكن استخدمها غير الستور، انا استخدم امر تاني اسمه get reset، واكتب له اسم الفايل اللي انا عايز ايه؟ ارجعه، هو ليكن تيست 4 دوت تي اكس تي، تمام. هاجي اعمل هنا ستاتس الاقي ايه؟ رجعه عادي. فتمام. فمراجعه سريعه، لو انا جينا دلوقتي عملنا ايه؟ ان ستيجنج للفايلز، في امرين بستخدمهم، يا اما بستخدم جيت ريستور داش داش ستيجد وبديله اسم الملف طبعا، ودي الطريقه اللي موجوده في ايه؟ الحديث، يا اما بستخدم جيت ريسيت وبيعمل نفس الفكره بالظبط. طب ليه جيت ريسيت؟ ليه هي الطريقه القديمه؟ هقول لك. زي نظامها نفس نظام ايه؟
التشيك اوت، التشيك اوت تحس ان هي خفيفه برضو، بس عشان بتستخدم في كذا حاجه فطلعوا السويتش. تمام، وهكذا نفس النظام.